بيبدأ فيلمنا مع سمكة صغيرة واللي بيكون اسمها دوري، وبنلاقيها واقفة مع سمكتين كبار وواقفة بتعرفهم على نفسها وبتقول لهم أنا دوري وأنا بنسى بسرعة. وبتطلع السمكتين دول هما باباها ومامتها، وكانوا واقفين معاها بيعلموها ازاي تتعامل مع اي حد غريب، وبيتفقوا كلهم انهم يقعدوا يلعبوا استغماية. فباباها ومامتها بيستخبوا وهي بتقعد تدور عليهم، فبتفتح عينيها بدل ما تدور على باباها ومامتها بتنسى اصلا انها كانت بتلعب استغماية، وبتشوف شوية سمك صغيرين بيلعبوا فبتروح تلعب معاهم، بس باباها ومامتها بيروحوا ياخدوها. وهي بتبقى زعلانة قوي عشان هي بتنسى بسرعة وبتقول لهم انها خايفة تنساهم في يوم من الايام، وبيتأثروا قوي بكلامها فبيحضنوها وبيطمنوها وهي بتقول لهم انها عمرها ما هتنساهم. وبيجي الليل وبنشوف دوري تايهة في البحر وبتقعد تنادي على باباها ومامتها، وبيجولها سمكتين بيقعدوا يتكلموا معاها، فبيقولوا لها بصي وراكي كده شوفي باباكي ومامتك في وسط السمك اللي وراكي دول. فهي بتبص وراها وبترجع تبص لهم تاني وطبعا بتكون نست إيه اللي حصل، فبتقول لهم انا اسمي دوري وتايهة في البحر. فالسمكة بتقول لها طب ما انتي لسه قايله لنا الكلام ده من شوية. دوري بتتأثر قوي بتقول لهم اصلا انا عندي فقدان ذاكرة، وبتسيبهم دوري وبتروح تدور على باباها ومامتها وكل ما تشوف سمكية تسألها عليهم. وبتجري الأيام وبنشوف دوري كبرت وبنلاقيها لسه بتدور على باباها ومامتها، بس هي بتبقى ناسية هي بتدور على ايه. بتفضل تدور لحد ما بتقابل مارلين أبو نيمو وبتفضل تدور معاه على ابنه التايه. وبتعدي سنة ودوري بتبقى صاحبة مارلين ونيمو ابنه، وبيبقوا عايشين كلهم مع بعض. وفي يوم بالليل بتصحى دوري من النوم وبتكون قلقانة فبتروح تصحي مارلين، وهو بيقول لها لسه بدري روحي كملي نوم، فهي بتسمع كلامه وتدخل تنام وتصحى تاني تعمل نفس المشهد وهو يقول لها خشي نامي، وهكذا بقى لغاية ما مارلين بيزهق ويصحى هو ونيمو ويمشوا معاها، وبيكونوا رايحين يوصلوا نيمو للمدرسة، وبيتكلموا على أيام ما كان نيمو تايه. فدوري بتقول لمارلين إن أصعب وقت عدى عليهم وقت ما كان سمك القرش بيهجم عليهم. وبيوصلوا للمدرسة وبيقابلوا المدرس بتاع نيمو وبيقول لهم إن هما كان هيفوتهم الرحلة، وبتتحمس دوري قوي بالرحلة، بس مارلين بيقول لها انها ما تروحش عشان هي بتنسى ممكن تتوه منهم في اي وقت، بس هي ما بتسمعش الكلام فهو بيسيبها ويمشي. وبتروح تقف مع نيمو واصحابه، فواحد من اصحابه بيسألوها هي منين، وهي مش بتبقى عارفة ترد عليه فبتقعد تسأل نفسها هي فين وبتعمل ايه. والمدرس بيقول لنيمو واصحابه انهم ياخدوا بالهم من الطيارات البحرية، وبيلاقوا مجموعة كبيرة من السمك المهاجر وكلهم بيبقوا شكل مدرس نيمو. ودوري بتوه للحظة وبعدين بترجع لها الذاكرة وبتفتكر ذكرياتها كلها وهي صغيرة مع أهلها، وبتفتكر إنها من ولاية مورو في كاليفورنيا، فبتجري وبتروح تدور على أهلها والمدينة بتاعتها. فمارلين بيقول لها إن كاليفورنيا موجودة في الجزء التاني من المحيط وبيبقى باين عليه إنه مش عايز يروح معاها، فهي بتقوله إنها مفتقدة أهلها جدا ونفسها تشوفهم. فبيبص مارلين على نيمو وبعدين بيوافق، وبيروحوا كلهم للسلحفة علشان تساعدهم، وبتحكي دوري للسلاحف الصغيرة عن أهلها، وفعلا كلهم بيوصلوا كاليفورنيا وبيوصلوا لمكان مهجور. وأول ما بيوصلوا هناك دوري بتستعيد ذكرياتها وبتفتكر إنها كانت في المكان ده قبل كده، وبتفتكر اسم باباها ومامتها جيني وتشارلي وبتفضل تنده عليهم. فمارلين بيقول لها ان صوتها عالي وان كده ممكن اي سمكة تيجي تهجم عليهم، وفعلا بيظهر اخطبوط كبير من ورا مارلين وبيهجم عليهم، وهم بيفضلوا يجروا والاخطبوط بيجري وراهم، بس هم بيقدروا يزنقوا الاخطبوط في جزء من سفينة وبيبقى عايز ياكل نيمو بس هم بينقذوه. وبيجي مارلين يتعصب على دوري وبيقول لها استني ندور على اي حد يجي يساعدنا، وفجأة بيجي صيادين من فوق وبيصطادوا دوري وبياخدوها معاهم. وفي مكان تاني بنشوف سمكة حبار بتعرف تغير لونها، وبيروح لدوري وبيقول لها انها موجودة في الحجر الصحي، وهي بتقوله انها كانت بتدور على اهلها. وبنعرف ان الحبار بيبقى عايز ياخد البطاقة اللي موجودة في الزعنفة بتاعتها علشان يخش الحوض، وبيحاول ياخدها منها بس هي بتحاول تهرب منه وبعدين ترجع تنسى اللي حصل، وهو بيستغربها جدا فهي بتعرفه انها عندها فقدان ذاكرة، فبيتفق معاها ان هو هيساعدها مقابل انه ياخد منها البطاقة، وهي بتوافق فبياخدها وبيحطها في الكاتل بتاع الشاي. وبنرجع لمارلين وبنلاقي ان هو زعلان قوي وبيلوم نفسه ان هو كان بيزعق لها وبيقولوا ان هو السبب ان الصيادين يصطادوها. وهما ماشيين بيسأل مارلين اتنين عن المكان اللي بياخد ليه الصيادين السمك اللي بيصطادوه من البحر، فبيقولوا له انها مستشفى، فهو بيقول لهم طب اروح لها ازاي، فبيردوا عليه باصوات غريبة فهو بيسيبهم ويمشي. وهانك بياخد دوري وبيوريها خريطة وبيعرفها ازاي هتوصل لأهلها،
فدوري بتبص في الخريطة وبتلاقي شكل صدفة، وبتفتكر الصدف اللي كان بيبقى موجود في الرمل أيام ما كانت صغيرة. نرجع لهانك واللي بيستخبى من واحد فتح عليهم الباب، ودوري بتوقع نفسها في برميل مية، وبتلاقي جوه البرميل سمك ميت، فبتفكره ان هو بيمثل وبتمثل زيه. ويجي الراجل وياخد البرميل وبياخد دوري وبيحدفها في حوض كبير مليان مية، وتلاقي دوري أطفال كتير واقفين بره بيتفرجوا عليها. وبتشوف سمكة قرش نظرها ضعيف، فبتروح لها وبتقول لها انها بتدور على اهلها. وسمكة القرش يا عيني عشان نظرها الضعيف كل شوية تخبط راسها في الحيطة. وسمكة القرش بتتعرف على صوتها عشان وهم صغيرين كانوا بيتكلموا مع بعض من خلال الأنابيب، وبتقول لها سمكة القرش إنها من معرض المحيط المفتوح، فبيظهر لهم حوت أبيض وبيقول لهم يوطوا صوتهم. وهانكي بينط في البحر عشان ياخد البطاقة، بس هي بتقول له إنها خلاص عرفت مكان أهلها، وهو طبعا مش بيبقى مهتم. وهانكي مش بيرضى انه يروح معاها، وهي بتبقى خايفة تروح لوحدها، وبتفتكر ذكرياتها زمان مع باباها وهي بتلعب بالصدف. وبيقتنعوا كلهم ان هم يروحوا معاها، وهي بتاخدهم لطريق معين عشان يمشوا فيه. وبنرجع لمارلين اللي بيعرف ان الاصوات الغريبة اللي كانوا بيطلعوها انهم كانوا بينادوا على الطيور اللي حدلهم على طريق المستشفى. ويجي طير من الطيور ياخد مارلين ونيمو في برميل مية. بنروح لدوري وهانك واللي بيكونوا مستخبيين في عربية أطفال، وهو بيسألها هي عايزة ترجع لأهلها ليه، وبترش سمكة القرش المية وبتكون دي الإشارة عشان يتحركوا. ودوري بتقول له يمشي ناحية إعلان مرسوم عليه نظارات. في الوقت ده الطائر ماسك مارلين ونيمو، بس لما بيشوف إشارة على الأرض بيسيبهم في غصن شجرة وبيقف هو ياكل. فمارلين بيحاول يحرك الجردل عشان يبقى قريب من الطائر، فبيزحلقوا وبيقعوا في حوض سمك بتاع محل هدايا. وبنرجع لهانك اللي بيسأل دوري هما ماشيين صح ولا غلط، فهي بتقوله انها ماشية ورا اشارة النظارات. فبيوقف العربية وبيقف يتخانق معاها وبيقول لها انها بتضيع وقت، وبيطلب منها انها تديله البطاقة. وبترجع العربية اللي هما راكبينها لورا وهما مش واخدين بالهم، وبيخشوا منطقة الأطفال وبيقعوا في حوض المية، والأطفال كلها بتتلم حواليهم. الأطفال بتفضل تمسك في السمك وهما بيكونوا خايفين وبيستخبوا. وبيجي طفل يحط ايده على جسم هانك فالحوض كله بيتحول للون الأسود. ومارلين بيطلع من الحوض وبيحاول انه ينادي الطائر، وبيتخانق معاه وبيقوله ان هو مفتقد دوري جدا، وبيفضلوا يفكروا في طريقة عشان يطلعوا من الحوض. فساعتها بيشوفوا مية طالعة من الأرض فبيقرروا يستخدموها عشان ينطوا في بركة المية. وهانك بيوصل دوري للمحيط وبياخد منها البطاقة وبيودعها. وبتمشي دوري وبتقعد تسأل السمك اللي في المحيط عن أهلها، بس محدش بيرد عليها. بتشوف دوري صدف على الأرض، وبتفتكر دوري كلام أهلها إنها لما تلاقي صدف تمشي وراه. وفعلا بتمشي ورا الصدف وبتوصل لبيتها بس مش بتلاقي حد. وبتقابل دوري 2 من السلطعون، وبيقولوا لها ان السمك اللي من نوعها كله اتنقل للحجر الصحي، وبيعرفوها الطريق، بس هي بتبقى خايفة عشان الاول لازم تعدي من على انبوبة. وبتدخل دوري الانبوبة وطبعا بتنسى الطريق، فبيستخدم السمك الموجات الصوتية عشان يفهمها الطريق من اول وجديد. وبتوصل دوري للحجر الصحي وبتلاقي احواض كتير فيها اسماك ياما، وبتلاقي حوض فيه نفس نوعها، وبيتنقل مارلين ونيمو لنفس المكان، وهي بتدخل حوض السمك اللي من نفس نوعها وبتقعد تسأل السمك اللي هناك عن أهلها. فبيقولوا لها إن أهلها جم هنا بعد هي ما تاهت، ودلوقتي هما ما يعرفوش حاجة عنهم. وبتقول لها سمكة من السمك إنهم ممكن يكونوا ماتوا. فبتتصدم دوري وتزعل، ويجي صاحبها ياخدها بالكوباية عشان ينزلها بره، بس الكوباية بتقع منه وبتتكسر والمية كلها بتقع في الصرف. وبعدين بتروح للبحر. تفضل دوري تطلب المساعدة من الأسماك اللي هناك بس محدش بيرد عليها، وساعتها بتاخد بالها إن في صدف موجود على الأرض فبتمشي وراه. وفي نهاية الطريق بتلاقي أهلها، وأول ما بيشوفوها بيحضنوها، وهي بتكون زعلانة وبتعتذر لهم علشان نستهم، وهما بيقولوا لها ما تعتذريش، أهم حاجة إنك لقيتينا تاني. وقالوا لها إنهم لما راحوا للحجر الصحي وما لقوهاش هناك رجعوا للبحر تاني، وقعدوا يجمعوا الصدف ويرصوه عشان لما هي ترجع البحر تعرف تدور عليهم. وساعتها دوري بتفتكر مارلين ونيمو إنهم لسه في الحوض، وبتقعد تحكي لأهلها عليهم لحد ما وصلت لهانك وقعد يساعدها. تفضل ماشية لغاية ما بتقابل هانك ويوصلها مارلين ونيمو، وبيفضلوا مع دوري، ولما بيشوفوهم أهلها بيرحبوا بيهم وبيشكروهم علشان اهتموا ببنتهم. وفي النهاية كلهم بيقرروا إنهم يعيشوا مع بعض.